السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هفرز معاكم واقولك على طريقة تفريز الجوافة. طبعا الجوافة موجودة ومتوفرة يعني في السوق، فوفري منها بقى اللي يتوفر عندك. يعني فات شوية تحطوهم في الفريزر. جيبي كمية وممكن تحطوهم في الفريزر. طبعا رمضان داخل، كل سنة وانتم طيبين. تنفعك في رمضان، تنفعك في الصيف. عايزة اقولك ان هي تقعد معاكي طول السنة زي ما هي. وهقولك على مكون ان شاء الله لو ضفتيه عليها يعني هتخلي الجوافة معاك تحتفظ بلونها يعني لاخر كيس. تمام زي ما انتم شايفين كده. معايا الجوافة اهي بتاعتي. كان عندي كمية جوافة كده. انا هشيلهم كده. اول حاجة هنسمي الله. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد. بص بقى، انا بشيل الجزء الاولاني دوت والجزء اللي تحت، وبقطعها زي ما انت شايفه كده طرنشات. تمام. حابه تشيل البذر اللي فيها خالص، شيليها زي ما انت تحبي. لو انت حابه تشيل البذر، بس عايزه اقولك البذر دوت يعني بيبقى كله جوافه، بيبقى طعمه مسكر اكتر من الجوافه نفسها. طبعا انا بشيلها بالبذر. وبعد كده بصفيها. انت بقى حابه تشيلي البذر من اولها كده، شيل البذر وارميه. وكده كده مش هتتصفى معاكي، لانك احنا بنصفيها عشان خاطر البذر اللي فيها. بص انا بقى بقولك ايه، يعني انت ممكن تقطعيها بطرنشات، ممكن تقطعيها بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده، مكعبات كده. بس عايزه اقولك يعني هي طريقه الطرنشات دي اسهل، يعني بحيث ان هي ايه، برضو مش تاخد معاكي مكان في الكيس وتاخد مكان في التلاجة معاكي. زي ما انت شايفه كده بشيل الجزء. لو في بقى أي حته طريه، اي حته يعني كده شكه فيها، تخلي بالك. ويعني حاولي انت تجيبيها برضو، ما تجيبهاش مستويه، لان دلوقتي اكتر الجوافه المستويه بتبقى يعني بتبقى فيها من جوه كده دود وكده، فانتي بصي فيها كويس. تمام. دي كانت شويه جوافه عندي ناشفين. زي ما انت شايفه كده، انا كنت خلصت الكميه كلها، عملتها كلها طرنشات. ده بقى المكون اللي بقولك عليه. بحط الليمونيه دي بعصرها على كميه الجوافه دي، كميه مش كتيره يعني. بصي الليمون هيحتفظ لك باللون بتاعها، مش هيخلي لونها يسمر معاكي في التلاجة ولا حاجه. تمام. ليمونيه واحده كده، بحيث ان هي ايه، وطعمها مش هيظهر كده كده في العصير لما تيجي تعمليه. بعصر الليمونيه كده زي ما انت شايفه. طبعا وبحط كمان ايه، معلقه سكر او معلقتين 3 سكر. السكر طبعا ماده حافظه، بس هي المقطع ما جاش هنا. السكر ماده حافظه للجواف. مش حابه تحطيها مش مشكله برضو، ما بيجراش حاجه. هي هتحافظ لك عليها برضو. الليمونيه هيحتفظ بلونها. تمام. بمسك الطبق كده بتاعه وبقلبها كده ايه، بقلبها كويس في بعض، بحيث ان ايه، السكر والليمون يتغلف في الجافه كلها. عندي بقى اكياس تلاجة، هقسمهم كده على 3 اكياس. انت بقى طبعا تقدري تقسمي على الكميه اللي انت ايه عايزه تعملوه مره واحده، تعملوه على مرتين. انا هعملهم على 3 مرات. طبعا رمضان داخل، يعني كل كام شهر رمضان يجي. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. طلعي بقى كيس في رمضان، تسيبيه يفك شويه. وبصي يعني يفك شويه كده، بحيث ان عشان خاطر الخلاط بس ما يبصش. بتطلعي كده كيس في رمضان، تسيبيه يفك شويه، وشويه لبن بقى وشويه سكر، وبتعملي احلى عصير. بص بقى كده، كنت غلفت اول كيس. طبعا بتطلعي الهواء منه كويس جدا. بصي الكيس بقى مبطط ازاي، ما ياخدش معاكي بقى، لا ما ياخدش معاكي لا مكان في التلاجة ولا اي حاجه. بصي زي ما انت شايفه، انا قسمتهم على 3 اكياس، واحطهم في الفريزر يقعدوا معاكي بالسنه، ولا اي حاجه يجرى لهم اي حاجه. بس زي ما قلتلك، يوم ما تطلعي بقى، تطلعيه يفك شويه، وتروح جايه حطاه في الخلاط زي ما انت هتشوفي دلوقتي معايا. بصي انا هنا بقى ايه، بصي كنت عملته عصير بقى. بتطلعيه شويه، تحط عليه شويه لبن بس يفك شويه عشان الخلاط ما يبوظش.
يفك شويه، تحطي عليه شويه لبن وشويه السكر وتعملي احلى عصير. انا طبعا مصفياه، مش حابه بذر خالص فيه، صفيه بالمصفى اللي هي السلك دي، بتنزلش حتى بزرايه واحده، اللي هي الضيقه دي السلك دي. بصي مطلعاه ولا بزرايه ولا اي حاجه خالص، بس شكله حلو قوي بشويه اللبن والسكر مخلينه معطينه طعم حلو قوي، حتى اللون بتاعه جميل. بصي ولا لونه اتغير ولا اي حاجه. لو انت وصلتي معايا هنا بقى متنسيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.